في ليلة برد تلج في اليابان، والكينج المافيا ده مستني الحرس بتاعه. فجأة واحد من رجالته يقتحم الأوضة عشان يحذره من كترة قتلة الضلال اللي طالعين زي الظل. بس الواد بتاع المافيا طنش التحذير وقال إن جيش النينجا بتوعه حواليه في كل حتة عشان يحموه. وفي نفس الليلة وهو مبسوط وبيسمع مزيكا من جيشة، خيال غامق بيراقبه من على السطح. أول ما المزيكا خلصت المافيا قلع الروب بتاعه وحاول يعتدي على الجيشة، بس الخيال الغامض ظهر ومعاه سيف طويل وقطع رقبته. الجيشة صرخت من الرعب، وده نبه النينجا اللي ما كانوش متوقعين حاجة. أول ما دخلوا الأوضة شافوا كبيرهم راسه مقطوعة. واحد من النينجا سأل الجيشة اللي أشارت له على اتجاه الخيال الغامض. النينجا ده ضرب نار كتير على طول وعمل دخان في الأوضة الضيقة. اللي ما عرفوش إن القاتل الغامض كان نط من السقف وسطهم. القاتل ابتدى يحاربهم بالسيف، وبالرغم من أسلحتهم القاتل قتلهم كلهم في الآخر. والقتال داير، الجيشة واقفة في الركن مرعوبة بتتفرج على القاتل وهو بيحارب النينجا، والاتنين بيتخانقوا. القاتل فجأة لقط مسدس وضرب بيه على النينجا، بس النينجا ده تفاداها بمهارة ورصاصة جت في الجيشة. ولما شاف القاتل الجيشة بتقع وتموت اتشتت انتباهه، فالنينجا استغل الفرصة وضرب كام طلقة خلت القاتل يقع. والقاتل واقع، نينجا تانيين جريوا على الأوضة عشان يساعده، فالنينجا الكبير رخى نفسه وقرب من القاتل عشان يشيل القناع بتاعه، بس اتصدم لما اكتشف ان القاتل ست. فجأة النور قطع في الأوضة، فالكبير الزعيم بتاعهم بيأمر النينجا اللي معاه يشوفوا موضوع الكهرباء. في نفس الوقت بره الأوضة قاتل تاني لابس قناع بيظهر ويبتدي يقتل كل النينجا اللي واقفين بره. القاتلة دي شكلها محترفة أكتر، بتنسف جزء من البيت وتموت أغلب النينجا. بعد كده بتقلع القناع بتاعها وتقرب من جوه عشان تحارب كبير النينجا. بعد خناقة سيوف جامدة بتغلبه وترميه في التلج. بيحاول يزحف عشان يهرب بس بتلحقه وتكشف له انها مأمورة تقتل العيلة كلها بتاعة المافيا. بيحاول يتفاوض معاها ويقول لها بما ان كبير المافيا مات يبقى مهمتها خلصت، بس هي بتصمم انها لو سابته يعيش هيتبقى هو كبير المافيا والعيلة هتقوم تاني. لما سمع كده مسك سيفه وحاول يحاربها، بس قطعت رقبته في اقل من ثانية. بعد كده حطت سيفه جنب جسمه ومشيت. رجعت الأوضة اللي جوه وصحت زميلتها اللي اتصابت. طلع ان اسم القتلة المصابة الكودي هو 13، اما اسم القتلة المحترفة هو أومبرا. وهم ماشيين بالعربية أومبرا بتنتقد 13 عشان غلطت وقتلت الجيش اللي هي مدنية، وكمان بتشاور له ان النينجا كانوا قربوا يقتلوها وده كان ممكن يعرض مهمتهم للخطر. لما سمعت كده 13 اتوترت، فأومبرا ادتها دواء وقالت لها تبلع وتريح. اول ما وصلوا المكان اللي رايحينه المدير بتاعهم جه العربيه عشان يسال أومبرا عن نجاح مهمتهم، بس أومبرا بترد وتقول ان 13 لازم تتوقف عشان تاخد تدريب نفسي من اول وجديد. المدير بيوافق على كده بس بيبلغ أومبرا انها لازم تسافر كامبوديا عشان مهمه، في حين ان 13 هتاخد التدريب النفسي بتاعها وهي متوقفه. ف13 بتسافر لوحدها عشان تبدا فتره الايقاف بتاعتها، في حين ان أومبرا بتقعد عشان تنفذ مهمتها الجديدة في كامبوديا. في فترة الإيقاف دي 13 بتشوف كوابيس فظيعة وهجمات هلع، وده خلاها معتمدة على الحبوب طول الوقت. زهقت فحاولت تتصل بأومبرا عشان ترجع لعبة الاغتيالات، بس أومبرا نصحتها تلتزم بالدواء عشان تتعافى خالص. وهي راجعة البيت قابلت جيرانها مونجي وأمه بس طنشتهم. بالليل وهي بتحارب الأرق سمعت دوشة بره فخرجت تشوف ايه. طلع ان أمي مونجي بتشتغل مرافقة لواحد اسمه هاجا، وده تاجر بشر، وهاجا بيهين الأم في طرقة. مونجي حاول يتدخل عشان ينقذها بس رجالة هاجا مسكوه. 13 شافت ده بس قررت ما تتدخلش. بس تاني يوم الصبح وهي خارجة من البيت شافت لمة ناس متجمعة في طرقة. طلع ان أم مونجي لقوها ميتة في البيت. مونجي حاول يروح مع أمه المشرحة بس ضابط شرطة وقفه وحذره. 13 بصت له بتركيز لما شافت ده، ولما حس بالنظرة الغريبة حاول يقرب منها بس اختفت من قدام عينيه. في نفس الوقت 13 زهقت من كتر الانتظار للرد من أومبرا، وهي بتبص على العشاء بتاعها في هدوء مونجي فجأة قرب وطلب ياكل معاها، وهم قاعدين مع بعض وسيتوا على موت أمه، فحكى لها إن أمه كانت مدمنة وإن موتها كان لازم يحصل. لما سمعت كده سألته عن الرجالة اللي كانوا بيهينوا أمه الليلة اللي فاتت، فزعق فيها عشان تسكت وما تبحثش في حياته. بس بعد شوية انهار من العياط واكتشف ان هاجا هو اللي قتل امه وغطى على الموضوع على انه جرعة مخدرات زيادة. لما شافته بيعيط 13 اتطوعت تاخده لقبر امه. في المقابر قعدوا يتكلموا وفي الاخر عملوا رابطة مع بعض. في الايام اللي بعد كده 13 بدأت تشوف كوابيسه بتزيد وبيتقلب كتير وهو نايم، بس برضه ما بترضاش تاخد دواها.
في يوم الصبح بعد ما أخدت شاور لقت ورقة شكر من مينجي وبصت من الشباك عشان تشوف له أي أثر. لما ما لقتش أي حركة في الطرقة استغربت وراحت تدور عليه في بيته، بس اكتشفت إن مفيش حد في البيت. وهي بتدور عليه راجل دخل البيت وهو بيتكلم في التليفون. اللي بيكلمه قال له يدور في البيت على أي دليل ويدمره. فضل يدور لغاية ما لقى شوية أدلة ومخدرات وفلوس. وهو بياخد المخدر 13 طلعت من مخبأها وسألته عن مينجي فين، بس الراجل رد عليها بأنه طلع حنجر عشان يقتلها. هي طبعا تفادته بسرعة وشلته. بدأت تسأله عن حاجة فقال لها إن حاجة ده هو الكبير بتاعه. لما سمعت كده قالت له ياخدها تقابل حاجة عشان هي متأكدة إن حاجة هو اللي خاطف مينجي. وهم ماشيين الراجل اللي اسمه جاكي وراها بوستر في الشارع وقال لها ان المحافظ المرشح وابنه تجار مخدرات وليهم علاقات بحاجه، وكمان قال لها ان حاجه عند اخت توأم وهي كمان جزء من العصابه. لما 13 سألته عن الشرطه جاكي ضحك وقال لها ان الشرطه كمان متورطه في الاعمال الاجراميه دي. وصلوا لنادي حاجه وجاكي خدها عشان تقابل اخت حاجه توأم. كذب عليها وقال لها ان 13 جايه تشتغل مضيفه، فاخت حاجه خدتهم جوه عشان تقيم 13. بس لما شافت وش 13 الجد شكت وسالتها عن اسمها. جاكي لحق الموقف وقال لها ان 13 مكسوفه تتكلم. اخت حاجه حاولت تعرف اكتر بس جاكي قطعها وقال لها انه عايز يتكلم مع حاجه عشان ياخد منه معلومه. لما سمعت كده الاخت اخدته عشان يقابل حاجه وسابت 13 لوحدها في الاوضه. وهي لوحدها بدأت تدور في تسجيلات كاميرات المراقبة بتاعة النادي واكتشفت إن مينجي هي كانت مخطوفة من رجالة الحج، فهي اتقدحت وخرجت زي المجنونة تدور على الحج. أختها حاولت توقفها بس هي خبطتها وقعتها وراحت للحج تواجهه عن مكان الولاد الصغيرين. الحج مرضيش يرد وحاول يضربها بحقنة، فهي اضطرت تخش معاه في خناقة. في الخناقة هي حقنته بالحقنة بس ده خلاها يضحك ضحكة مجنونة. في اللحظة دي أخت الحج فاقت من الخبطة ومسكت مسدس عشان تساعد أخوها، بس 13 كشفت خطتها واستخدمت الحج كدرع، فالأخت ضربت نار وقتلت أخوها. الدنيا اتقلبت في النادي، فأخت الحج استغلت الفرصة وهربت. و13 وهي بتحاول تهرب هي كمان الأمن ظهر عشان يوقفها، بس هي قتلتهم كلهم وهربت مع جاكي. وهم ماشيين بالعربية جاكي زعق فيها عشان عملت لها مشاكل وقال لها ان كبير العصابة هيفتكر انه متفق معاها عشان هو اللي جابها النادي، بس هي طنشت كلامه وأصرت انهم يدوروا على مينجي ده عصابه. فوقف العربية ونزلها منها وقال لها تدور على الواد لوحدها. وهو ماشي نصحته انه ما يرجعش بيته عشان رجالة الحج هيدوروا عليه. في نفس الوقت الضابط بروسيت يعرف بموت الحج وهو بيتفرج على كاميرات المراقبة شاف صورة ل 13 وافتكر انه شافها في بيت مينجي، وبلغ المعلومة دي لأريال ابن نائب الوالي واللي هو كمان كبير العصابة بتاعتهم. أريال لما سمع الكلام ده أمر انه يدوروا على جاكي عشان يوصلوا لمكان 13. بعد ما قفل المكالمة أريال اتعرض لانتقام من أبوه نائب الوالي. الراجل وبخه جامد عشان قتل أم مينجي اللي كانت حامل في ابنه. بعد ما توبخ من أبوه أريال من كتر غضبه راح لبدروم البيت اللي كان حابس فيه مونجي، قضى الليل كله يعذب الواد الصغير. في نفس الوقت في كامبوديا وإمبرا بتنفذ مهمتها وبتقتل أهدافها، فجأة بيظهر قاتل جديد وبيساعدها في القتل. اتصدمت لما شافته وسألت المسؤول بتاعها على طول. المسؤول وضح لها ان القاتل ده موجود عشان يساعدها، وهي بتوطي تفحص الضحايا اللي ماتوا. القاتل الجديد بيشاور لها وبيقول ان الناس اللي كانوا بيقتلوهم دول كانوا قتلة زيهم. وهم مكملين جوه الغابة عشان يلاقوا أهداف تانية. إمبرا انفصلت عن القاتل عشان تدور في بيت منعزل في الغابة. هناك لقت هدف تاني والاتنين دخلوا في خناقة جامدة. في وسط الخناقة إمبرا عرفت إن الهدف ده قتلة زيها، فبدأت تتساءل ليه المنظمة أمرت بقتلهم. بعد كام ضربة سيف إمبرا غلبت القتلة التانية، وهي بترفع سيفها عشان تضربها الست بدأت تتوسل عشان تسامحها وقالت إنها ما بقتش عايزة تبقى جزء من المنظمة. كمان كشفت إنها حامل وبتترجى إمبرا عشان تديها فرصة تعيش مع ابنها. إمبرا اتأثرت وسمحت لها تمشي، بس والست طالعة من الباب القاتل الجديد مسكها وقتلها. في نفس الوقت 13 قلقان على جاكي فراح للكابين التليفون عشان يجيب أسلحة مخبأة. في نفس الوقت جاكي خايف على حياته. في الليل رجع البيت عشان يغير المحلول لجدته، وهو بيحضنها جامد الضابط بيرسيكو اقتحم البيت هو وشوية رجالة. لما شافهم جري على اوضته عشان يحمي جدته منهم،
بس الضابط بيرسيكو اقتحم الأوضة وضرب رصاصة في اتجاهه عشان يخوفه. بدأ يستجوب جاكي المرعوب عن 13 وهو مصمم انه يقتله. الواد هيقتله. المرؤوس بتاعه بلغه في جهاز اللاسلكي ان في حاجة بتحصل بره. تمام، فقال لي مرؤوس تاني. واحد من رجالته راح يشوف ايه اللي بيحصل، بس يا دوب الراجل طلع رصاصة فرخت دماغه. بره رقم 13 لسه بتضرب نار في كل رجالة المباحث. بعد ما خلصت عليهم دخلت الأوضة عشان تخلص على الضابط، لزقته في الأرض وسألته عن مينجي فين، بس هو قاعد يضحك عليها عشان كل اللي عملته ده عشان خاطر الواد الصغير. وهي بتحاول تجيب منه معلومة، جاكي فجأة طلع من وراها ومسكها عشان يمنعها وادى فرصة للضابط انه يهرب. لما شافت كده زقت جاكي وراحت تجري ورا الضابط. الراجل هرب بالعربية، بس هي طلعت وراه موتوسيكل وجرت وراه جري. لما شافها كلم أريال ابن الوالي على طول عشان يقول له عليها، فالاتنين خططوا انهم يوقعوها في فخ. وهو داخل قصر أريال بالعربية هي دخلت وراه. فجأة عربية خبطتها من ورا طيرتها في الهواء. بعدها أريال قرب منها وماسك مضرب بيسبول وخبط الخوذة من على راسها. الضابط جري عشان ياخد المضرب ويضربها هو كمان، بس أريال منعه وقال له يخلي باله منها وهو رايح يكلم أبوه. لما أريال مشي الضابط حاول ينتقم منها لموت حجة، بس هي استعملت آخر قوتها وعضت ودنه وطلعت عينيه ومات. أريال سمع صريخ الضابط ورجع بسرعة عشان يكتمها. ضربها بالمضرب لحد ما فقدت الوعي. في نفس الوقت المديرة بتاعت أمرا بتزعق لها عشان كانت هتهرب الهدف، فردت عليها وقالت إنها ترددت تقتل الهدف عشان كان زميلها قاتل مأجور زمان. لما سمعت كده المديرة حذرتها من إن قلب هايلين قبل ما تديها ملف فيه كل اللي عملته رقم 13 في الأيام اللي فاتت. المديرة قالت لها إن المنظمة مش مبسوطة من اللي بيعملوا رقم 13 وناويين يصفوها، عشان كده كلفوهم ضل والقاتل الجديد هيقتلوا 13 عشان يمنعوا بلاوي أكتر. في نفس الوقت 13 محبوسة في أوضة تعذيب تحت الأرض عند أريال، ناوي يتفق مع أخت هوج عشان يعذبوها لحد ما تموت، بس أبوه يقتحم أوضة التعذيب ويزعق لابنه عشان هو اللي عمل المصيبة دي كلها، وبيقول له بما إن 13 عرفت تخلص على رجالتهم كلهم يبقى عندها مستقبل وممكن تنفعهم لقدام، وبيكشف إنه محتاج مهاراتها عشان يوقع تاجر مخدرات عربي عشان ياخد 2 مليون دولار اللي هتنفع حملاته الانتخابية. الابن يحاول يعترض، فالأب يوعده يسيبه يقتلها بعد ما يستعملوها عشان تقتل تاجر المخدرات العربي. بعد ما يتفق مع ابنه يروح لها ويعمل معاها اتفاق يفرج عن الواد الصغير أول ما تساعدهم يغتالوا تاجر المخدرات العربي. بالليل المحافظ يجيب جاكي ومونجي ليها، بس مونجي على آخر نفس بسبب النزيف من التعذيب اللي وجعه ابن المحافظ. تقضي الليل معاه وتعتذر له إنها ما عرفتش تنقذه في الوقت المناسب. الصبح بدري المحافظ مع ابنه وأخته هوج ياخدوا 13 ومونجي عشان يقابلوا تاجر المخدرات العربي. وجاكي سايق العربية، المحافظ ياخد باله إن الواد الصغير حالته وحشة بس يتجاهل. في الآخر يوصلوا لعرين مافيا العرب، فابن المحافظ يؤمر 13 تصوب على راس زعيم المافيا أول ما تلاقي فرصة. وهم نازلين من العربية أريال يسلمها شنطة المخدرات ويأمرها تبدلها بفلوس مع رجالة المافيا. بعد ما تبدل المخدرات ب2 مليون دولار كاش، أريال يديها مسدس في السر ويقول لها تقتل بيه مافيا العرب. بس وهي رايحة تنفذ المهمة جاكي ياخد باله إن مونجي مات من الإصابات، فيحارب رجالة المحافظ عشان ينبهها لموت الواد. وهي بتطلع المسدس عشان تقتل مافيا العرب جاكي يصرخ من عربيته بيكتشفوا إن مانجي مات. الخبر ده بيهزها وبيخليها مش في وعيها. في نفس الوقت جاكي بيمسك الدركسيون وبيخبط رجالة المافيا. لما بيشوفوا كده ضرب النار بيشتغل بين الفريقين. في وسط تبادل النار رجالة المافيا بيلاقوا الوالي وبيقتلوه. أريال من فوق بيتجنن من الغضب، بيتملي غيظ، بيمسك سلاحه وبيبتدي يضرب عشوائي على رجالة المافيا. بيضرب قنبلة بتقتل المافيا والناس اللي تحت ايده. في الوقت ده جاكي بيستغل ضرب النار عشان يحاول يهرب بمانجي الميت، بس أخت الحاجة بتحاصره وبتحاول تضربه بالنار. لحسن الحظ 13 بتخبطها بالعربية فبتقع مصابة خفيف على الأرض، وبتستخدم العربية كحماية. 13 بتخبط كل رجالة أريال، وبعد خناقة بالإيدي طويلة مع أريال بتعرف تقتله بالبيسبول. أخت الحاجة بتحاول تواجهها تاني بس جاكي بيدوسها بالعربية فبتموت في ساعتها، وجاكي سايق عشان يوصل للأمان. 13 بتقضي لحظة أخيرة مع مانجي في الكنبة اللي ورا. في اللحظة دي جاكي بيسألها عن اسمها فبتقول له،
وهم بيبتسموا لبعض 13 فجأة بتاخد بالها من حاجة غلط وبتزعق لجاكي عشان يوقف العربية، بس بيكون فات الأوان. عربية بتطلع من العدم وبتخبطهم فبتخلي عربيتهم تتشقلب. بعد كام ساعة 13 بتصحى وتلاقي نفسها مخطوفة مع جاكي. مديرها بيضربها بغضب عشان عملت مشاكل وجذبت الانتباه لمنظمتهم السرية بقتل الوالي وابنه. المدير بيؤمر امبرا تقتل 13 بس بتتردد بعد ما 13 ندهت على اسمها. جاكي شافها سرحانة، راح غالبها وزعق ل 13 عشان تهرب، بس المدير ضربه بالنار وموته. 13 استغلت الدربكة دي ونطت من الشباك عشان تفلت، بس المدير بعت وراها قاتل مأجور، وهو لوحده مع أمبرا قعد يزعق لها عشان وري الضعف وكلفها بمهمة قتل البت. في نفس الوقت 13 جريت على عمارة قريبة، بس القاتل المأجور كان لازق فيها، لقاها مستخبية ورا عمود، فالاتنين دخلوا في خناقة بالإيدين جامدة قوي. بعد ما خدت ضربات كتير من القاتل المأجور، في الآخر خسرت وراحت قتلاء طعنته كذا طعنة. في اللحظة دي أمبرا دخلت العمارة وضربت عليها نار، بس هي عرفت تتفادى الرصاص وجريت عشان تهرب، بس أمبرا فضلت تجري وراها وتضرب نار كتير لحقتها، فالاتنين دخلوا في معركة بالسيوف وتعوروا جامد قوي. بعد خناقة جديدة طعنوا بعض فيها، أمبرا كسبت في الآخر، بس في آخر لحظة اترددت تقتل 13. المدير دخل في اللحظة دي ووجه المسدس ناحيتها وأمرها تخلص المهمة، بس بدل ما تقتل 13 رمت خنجر وطعنت بيه المدير رد عليها وضربها بالنار وموتها. 13 اتملت غضب، مسكت المسدس وقتلت المدير، وبعدين راحت تطمن على أمبرا اللي كانت بتموت. وهي بتطلع في الروح كشفت ان اسم 13 حقيقي هو نعمي، واتضح انها كانت القاتلة اللي قتلت ام 13. بعد ما كشفت السر ده طلعت في الروح وماتت. 13 حرقت العمارة كلها عشان تمحي الجثث، وبعدين دفنت مونجي جنب قبر امه. وهي قاعدة تستريح فجأة وصلت مجموعة من القتلة المأجورين عشان يقتلوها. قائد القتل المأجورين طلع هو 14، خالفتها في التنظيم. 13 استسلمت ومبقتش عايزة تحارب، وهي بتقابل مصيرها. فجأة واحد متلثم غامض ظهر وطخ العيال القتلة دي كلها، هدد انه هيخلص على 14، فهي سابتك منها حوار قتل 13 ومشيت. بعدها لما واحد غريب قرب منها وقال لها ان في طن قتلة جايين وراها، ولما سألته مين هو قلع الطرحة اللي على وشه وكشف عن نفسه. طلع المعلم بوراي، والراجل اللي كان مربي أمرا اتطوع ياخدها تحت جناحه عشان يحميها، فوافقت بشرط انه يناديها باسم